ازيك يا صديقي؟ مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. ليه الاهلي عينه على نجوم الزمالك؟ كان اول الموسم زي ما قلنا قبل كده ان كان في مشاكل بين زيزو ونادي الزمالك في التجديد، وكان جه عرض لزيزو ب 6 مليون يورو من الشباب السعودي، ولكن اداره الزمالك كانت رفضت العرض ده، كانت عايزه تبقي على زيزو، ما كانتش عايزه تفرط يعني في اي لعيب، او كانت بتدور يعني على حاجه اعلى على حسب ولكن اللي هم كانوا باعوه كانوا هيستفيدوا اكتر من ان هم كانوا ممكن يجددوا لاكثر من لاعب، لكن زيزو راح الاهلي خلاص خلاص رسميا يعني، وطلع التاشيره بتاعت امريكا خلاص، وهنا ابتدت المشاكل فعلا في اداره الزمالك. يعني خلاص زيزو راح فري، ما خدناش ولا جنيه، ودي مشكله يعني، كان المفروض يبيعوه من الاول. وكمان كان في حاله من حالات التشتيت وعدم التركيز في مباراه الكونفدراليه اللي كانت تجمع بين الزمالك وستيلن بوش في اياب دور ربع النهائي من بطوله الكونفدراليه، واللي انتهت 1-0 لستيلن بوش، وكان في يعني تشتيت، ما كانش في تركيز قوي من لعيبه الزمالك ويعني كان واضح يعني ان كان في تفكير يعني في موضوع زيزو يعني. بس وانتهت المباراه وطلع كذا لاعب من الزمالك خلاص، يعني منهم الونش خلاص راح رسميا للاهلي. ابتدت هنا بقى المشاكل اكتر تزيد. اصل انت كلاعب كوره ما ينفعش تشتمه ليه؟ انت كلاعب كوره انت محطوط تحت ضغط، يعني نفترض يا عم انه بياخدوا فلوس كتيره جدا، لكن هو برضه يعني الراجل بقاله 3 4 شهور يعني ما بياخدش فلوس، او بياخد فلوس قليله مش عقده كامل يعني، فالطبيعي انه يروح مكان اكثر استقرارا يعني، وانه يبقى مستقر، وانه يلعب على بطولات اكتر يعني، وبطولات زي كاس العالم بطوله بيحلم بيها كل الفرق حرفيا، فده شيء طبيعي وسط الموارد دي كلها، اكيد انت هتروح للمكان الاكثر استقرارا. وعشان كده كان لازم نادي الزمالك انه يعني يحاول يوفر بيه اكثر استقرارا للعيبه، وكان المفروض يعني من الاول اصلا زيزو يتباع ب 6 مليون دولار وتوفر لكل لاعب مستحقاته. او بعد انتقال زيزو يعني النادي الاهلي، كان المفروض نادي الزمالك يركز اكتر على مباريات الكونفدراليه، لكن واضح في الملعب اصلا ان كان في تشتيت كبير جدا، كان في عشوائيه كتير اصلا في اللعب. ولكن هنا بقى نيجي للسؤال اللي احنا سالناه من اول الحلقه: هو الاهلي فعلا بياخد نجوم الزمالك؟ احب اقول لك ان يعني من وجهه نظري لا. ليه؟ لان اللعيبه دي لو خدت بالك، اللعيبه اللي بتروح الاهلي من الزمالك كلها فري يعتبر من الاول خالص بقى، زي امام عاشور كان جه فري مثلا، اشرف بن شرقي ما كانش جاي من الزمالك اصلا، كان جاي من الريان، دلوقتي زيزو جاي فري ايضا. وبرده في اقاويل كانت بتقول ان مصطفى محمد برده جاي للنادي الاهلي من نادي نانت، وبيقولوا ان في شركه عالميه عرضت على النادي الاهلي توفير يعني ان هم يدفعوا قيمه الصفقه كلها، ويخلي الاهلي بس انه يدفع العقد، فبرده يعني الاهلي يعتبر مش خسران حاجه يعني، يعتبر جايب اللعيبه كلها، يعتبر دي فري، مش دافع فيهم فلوس حتى لو الصفقات فشلت يعني، بس يعني هو مش دافع فيهم حاجه، ودول اصلا لعيبه كبار. فبس يعني فالاهلي مش قاصد انه يضعف المنافس، هو الاهلي يعني اللعيبه دول فري ولعيبه كويسه جدا ونجوم، فليه ما ياخدهمش؟ وده كان من اول اصلا المفروض اداره الزمالك توفر لهم فلوسهم، توفر لهم مستحقاتهم. اصل انت لو لعيب كوره وقدامك ان انت تروح نادي اكثر استقرارا، ولا تقعد هنا وما تاخدش فلوس، او تاخد فلوس قليله وما يبقاش فيه استقرار قوي، لا انت انا لو مكانهم صراحه اروح المكان اللي فيه استقرار اكتر، ما حدش يقول انتماء ومش انتماء يعني، طبيعي يضغط عليك جدا لدرجه ان انت خلاص ما تبقاش قادر. انا من وجهه نظري الاهلي مش بيسرق نجوم، الاهلي هو بيشوف اللعيب فري فخلاص يجيبه، ليه لا؟ كده مش هيدفع فيه فلوس، كده مش هيخسر حاجه يعني، وكمان في شركات اخرى اصلا بتتحمل جزء كمان من الراتب، يعني يعتبر مش دافع فيه حاجه يعتبر يعني. وكمان يعني اللعيبه كلهم زي ما قلت لك لعيبه، كان في كمان كابتن حازم امام كان بيقول مسؤول الزمالك جلسوا كمان مع حسام عبد المجيد، ما وصلوش معاه من اجل حل يعني، من اجل ان هو يجددوا عقده مع نادي الزمالك. فانت لازم كنادي كبير ان انت من وسط كل الأزمات دي تحاول إن أنت تقوم وتقف تاني على رجلك. وبس دي كانت نهاية حلقتنا، وعرفنا يعني إن هل الأهلي بيسرق يعني أو بياخد يعني النجوم من الزمالك ولا لأ، وقلنا إن ده مش صح، وإن دول بيبقوا لعيبة فري، فيعني الأهلي بيعرض عليهم وبيجوا، ومن الأول الغلط بيبقى على يعني إدارة الزمالك، إن هم لازم يوفروا بيئة يعني كويسة للاعبين إن هم ياخدوا فلوسهم، وبيبقى في استقرار أكتر للنادي. وبس دي كانت نهاية حلقتنا، وما تنساش تحط اللايك والاشتراك وتقول رأيك في التعليقات. سلام.